تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير من توقيف مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات الصلبة. ووفقا لمصدر أمني فقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة للمراقبة المرورية بمدخل مدينة أكادير مباشرة بعد وصوله على متن حافلة للنقل العمومي، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية ترويج المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أن عملية الفحص بالأشعة التي أخضع لها المعني بالأمر بالمستشفى الجهوي أسفرت عن رصد كبسولات مشبوهة في أمعائه، تبين بعد استفراغها أنها عبارة عن كمية من مخدر الكوكايين وزنها 68 غراما. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.